يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الرضا، صباح الرضا بقضاء الله في كل شيء. الحمد لله إذا رضيت، والحمد لله حتى ترضى، والحمد لله في كل وقت وحين. يسعد صباحكم يا بنات، ويا رب يجعله يوم كده مشرق بذكر الرحمن، اللهم آمين يا رب. النهارده انا حبيت اعمل لكم جوله صباحيه كده على الصبح، وانا رايحه اودي الشاي كده الارض الاشرف. قلت اتمشى ودردش معاكم شويه كده واحنا ماشيين، واوريكم الارض، والجو كان جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجو كان ممتع جدا جدا جدا. ربنا يسعد صباحنا جميعا يا رب، ويجعله صباح متفائل دايما وامل، وصباح مليء بذكر الرحمن، اللهم امين يا رب. شايفين ما شاء الله الجو ممتع وجميل، جو الشتاء ده وبحاجة تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شايفين الخضرة جميلة، والأراضي لسه مندية كده، حتى الندى لسه تحس ان يعني نازل على الشجر. الشمس لسه ما طلعتش، طبعا جو الشتاء احنا كنا مش تايهين عنه. الصبح ده كان الصبح بدري حوالي على الساعة 7 كده، بيكون الجو يعني شايفين ما شاء الله. بس كان ممتع والله يا بنات، يعني كان حلو لذيذ كده. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيعين كل واحد على وضعه وعلى حاله وعلى عيشته. يعني اللي بيصحى بدري بيكون بيحس بنشاط وبحيوية، عكس طبعا اللي بيدانه ينام لعند الظهر. على الرغم ان في امراض كتير بننام، بس ربنا ما يكتب علينا النوم يا رب، لا احنا ولا اياكم، اللهم امين يا رب. هنا الشمس لسه ما طلعتش، واشرف كان بيسقي الارض. دي فاصوليا خضراء زي ما انا قلت لكم ان احنا زارعين فاصوليا. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، جميله جدا. ربنا يا رب يطرح فيها البركه، اللهم امين. ويرزقنا واياكم، ويرزقنا بذكر الرحمن، ويرزقنا بالصلاه والسلام على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. صلوا على النبي يا جماعه، وحطوا اللايك ما تنسوش. الميه ماشيه شكلها جميل كده، وهي ماشيه على الصبح كده. كانت ساقعه متلجه متلجه. والارض اللي جنبنا دي مزروعه غله، لسه مخضرينها، يعني لسه رامين فيها حب الغله كده ما طلعتش. والسما شكلها جميل جدا 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 ما شاء الله. والغيوم لسه نازله كده، والشمس جايه من وراهم كده، حاجه يعني عايزه فنان بقى ويبدع. سبحان الله الذي خلق فابدع. طبعا ما فيش حد هيقدر يبدع زي خلق الرحمن. شايفين ما شاء الله، حتى الارض اللي جنبنا بدات تنبت خضار كده. وهنا ما شاء الله الفاصوليا بدات تنور. ربنا يفتح فيها البركه يا رب، ويرزقنا واياكم يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. بالله يا بنات اللي وصلت معانا عندي هنا كده لسه ما حطتش اللايك، ترجع تحط اللايك، وتحط لي كومنت جميل زيكم كده، يفتح نفسي، ويخليني دايما نقدم لكم كل جديد باذن الرحمن، واعمل دايما معاكم فيديوهات حلوه باذن الله. هنا حلاوه الارض الرمليه ان انت ممكن تمشي فيها حتى لو كانت شاربه، يعني ما فيش اي مشكله خالص، لان الرمل بتمتص الميه بسرعه. ويلا بينا نرجع جري على المطبخ بتاعنا ونشوف ورانا ايه. هنا النهارده انا حبيت اعمل لهم غدا سريع كده، فلقيت عندي فرخية في الفريزر. قلنا خلاص نعمل غدا بتاعنا. هنا نقعتها في ميه وليمون وخل، وبحط معاها طبعا الحاجات اللي احنا عارفينها المعتاده دايما. ونقعتها حوالي، طبعا كنت نقعها قبل ما اروح عند اشرف، بحيث تاخد وقتها كويس في النقع، وبعد كده اجي اشطفها شطفه حلوه، واقطعها واطبخ واشتغل على طول باذن الله. نسمي الله بقى ونبتدي. احنا بقطعها زي ما انتوا شايفين يا حلوين. التقطيعه دي على حسب التقطيعه اللي انت تحبيها، انت ممكن تحطيها كامله زي ما هي، ممكن تقطعيها. ده شيء يرجع لك انت ويرجع لراحتك وطبيعه اكلك انت وعيالك في البيت. انا قطعت الفرخيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين، قطعتها 4 ارباع ما شاء الله، كنت منضفاها كويس جدا، وما شاء الله تبارك الرحمن بالف هنا وشفا لكل اللي ياكل منها يا رب. بعد ما غسلتها كويس وشطفتها شطفه حلوه، هنزل بقى احطها في الحله بتاعتي، من غير اي سوائل خالص يا بنات، ولا اي مواد دهنيه ولا اي حاجه. انا ما بحبش احط زيت ولا سمنه الاول، لا انا بحب احطها هي كده، اشوحها هي لوحدها كده. طبعا الرجلين بقى والجناحين والكبد والقوانص دي الحاجات دي اللي العيال بيحبوها. دي بصلايه بقطع معاها بصلايه زي ما انتوا شايفين، وطماطمايه، ولو في جزره، بس بتهيألي ما كانش عندي جزر اليوم ده، وقرن الفلفل طبعا. ما شاء الله الحاجات دي بتحوز زفرة الطيور خالص والله يا بناتي، جربوها في الشوربه، بيخلي طعم الشوربه حلو. والبهارات بتاعتنا بقى طبعا هننزل بيها. ما تنسوش اللايك يا حلوين، بالله عليكم اللي ما حطتش اللايك تحط اللايك. اللايك اهم حاجه، لان انا عندي مشكله في القناه، انا بلاقي المشاهدات والتعليقات اكتر من اللايكات. يعني انا بستغرب ان يعني صباعك مش هيوجعك والله العظيم لو حطيت اللايك. حط اللايك، حط اللايك، ربنا يصلح حالنا وحالكم. والله العظيم انا بحط اللايك لاي حد بفتح فيديو بتاعه حتى لو ما اعرفوش، بحط اللايك. ربنا يصلح حالنا جميعا، مش هخسر حاجه والله. بحط اللايك، مش فينا حد هيخسر حاجه باذن الله.
قلنا بقى نعمل معاهم صينيه بطاطس خفيفه كده. انا بعمل صينيه بطاطس يمكن جديده عليكم او مش حد بيعملها كده، بعملها كلها ني في ني، لا بسبك ولا بعمل تقليه ولا اي حاجه. كل اللي فيها بقطع البطاطس زي ما انتم شايفين كده، تقطيعها تكون ايه تخينه شويه عشان تبقى البطاطسايه دسمه ولذيذه كده. وزي ما انتم شايفين بقطع بصل كده شرايح، وبنزل بيه برضو مع الايه مع البطاطس. زي ما انتم شايفين يا بنات. وفي قرن فلفل الاخضر، انا بعشق الفلفل الاخضر عليها، بيديها طعم حلو والله. الفلفل الاخضر حلو في كل حاجه. وده قرن ايه حراق شويه، لو انت عايزه تحطيه لو عندك اولاد يعني، ده حسب ايه ذوقك برضه. السبايس ده على حسب ذوقك وعلى حسب انت ايه بتحبي انت واولادك. وهنا انا كنت مجهزه الطماطم بتاعتي ومصفيها كويس. برضو الطماطم ني في ني، كلها ني في ني، ما بسبكش لها حاجه خالص، وبتطلع فعلا جميله. جربيها هتلاقيها خفيفه جدا وبتبقى طعمها حلو، وكل اللي في البيت بياكلوا منها وبتبسطوا يعني، بتبقى ما شاء الله طعمها حلو وخفيفه. خفيفه وسريعه بسرعه لو انت مستعجله. حطينا هنا فلفل اسود وكمون، وهحط الملح بتاعي. ما تنسيش الملح طبعا، ما تكتريش ملح عشان الصواني غير اللي بتبقى عاملاها في حله معاها تقليه وطبيخ وكده، بيبقى فيها ايه صوص زياده، لكن ده الصوص بتاعه بيكون شويه عشان ما تحدقش معاكي. ورشه زيت زي ما انتوا شايفين. ده الملح بتاعي بقى، انا مش مكتره ملح عشان ربنا يسترها وما تحدقش معايا. هو ما شاء الله بتطلع مظبوطه طبعا، احنا ستات بيت شطار يعني، نبقى عارفين كويس مقدار الحاجه بعينينا كده. كده انا هسيبها بقى مع بعضيها، اعلي عليها واغطيها واسيبها تاخد وتدي كده بشكل ودي. تاخد وتدي بشكل ودي، ينفع ما اطلع اغنيه. ونروح بقى نعمل مع بعض شويه الرز بالشعريه الامارات، اللي يعني الريحه بتاعت الرز بالشعريه دي بتبقى جميله جدا، بتخلي الواحد اللي مش جعان جعان، بيخلي كل مستعجل على الاكل. فانا بعمل رز بالشعريه اخر حاجه كده. ما شاء الله احنا حطينا الفرخه قدامكم زي ما انتم شايفين، وصينيه البطاطس، والرز كله هيستوي هيطلع مع بعضه، وتبقى خلصت غداك، مش هياخد معاكي نص ساعه. هتكوني عملتي احلى غدا، وعملتي احلى ايه حاجه لاولادك يتبسطوا بيها باذن الله. حمرنا الشعريه زي ما انتم شايفين، انا ما بحبش ادوس عليها قوي، بحبها تبقى محمره ذهبي كده. طبعا احنا لابسين هدوم الشتا مكلكعين، والهدوم كتير فما حدش يبص على اي كلكعه. هدوم الشتا كتير. لو بحس كمان يعني ان احنا في الارياف، وان احنا بيتنا في الخلا كده جنب الارض على طول، مش حوالينا بيوت كتير، فالبيوت طبعا بتدفي بعضيها، فبحس ان الجو برد عندنا. هو السنه دي بامانه برد غير كل سنه. ربنا يعدي على خير يا رب، ويجعله شتاء ايه خير كده. اللهم امين لينا ولامه محمد وكل الناس اجمعين يا رب، اللهم امين يا رب. ننزل بقى بمقدار الميه بتاعي. طبعا انا بحب الف الرز مع الشعريه كويس عشان كل حبات الرز تتغلف بالزيت، ويبقى الرز يطلع معاكي حبايه مفلفله كده زي ما بيقولوا تبدريه وتلميه، ويبقى في نفس الوقت مستوي، يبقى جميل جدا. والملح بتاعي، ونغطي بقى عليه ونسيبه يستوي. البطاطس لسه، متنسوش اللايك يا حلوين. هنا ما شاء الله تبارك الرحمن الفرخه بتاعتي استوت، وانا هنا بشرب بصلايه وحبايتين طماطم وفصين توم. وهنحط بقى عليها ايه البهارات بتاعتنا، نبهرها كده بشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه ملح زي ما انتوا شايفين. ايه ده هدعك بيها الفرخه كويس جدا، وهحطها في صينيه وادخلها الفرن. بتدي طعم الفراخ طعم جميل جدا، ونكهه الشوي كده تحس ان انت مش سلقه، يعني تحس ان انت عاملاها مشويه. اتمنى طريقتي تكون حلوه، ما يكونش الفيديو ممل عليكم، وتكونوا طلعتوا منه مستفيدين باذن الله باي معلومه، لو معلومه صغيره ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا، اللهم امين يا رب احنا واياكم. ويجعل اي معلومه احنا بنقدمها الكل يستفيد منها. بنوته صغيره لسه عايزه تخش المطبخ تتعلم، ست كبيره بتستفيد معلومه، احنا طبعا بنستفيد كلنا من بعض، لان احنا مش كلنا خبره يعني، لا احنا ما شاء الله كويسين، بس في دايما حاجه ناقصه. دايما الحياه فيها تعلم جديد، دايما بنتعلم من بعض، فمفيش مشكله ابدا لما الواحد يتعلم من التاني. ده مش بيعيبه ولا بينقص من شخصيته، لا ابدا. احنا بنتعلم من بعض عشان هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده، خلق الناس طبقات في التفكير وطبقات في الماديات وطبقات في المعيشه. فده يعني حاجه ترجع لرب العالمين يعني موهبه كل واحد، وربنا طبعا اللي بيعطي الموهبه وبيعطي القدره. هنا صينيه البطاطس بتاعتي استوت على البوتاجاز من فوق،
دخلتهم الفرن وطلعوا ما شاء الله الفراخ متحمره وجميله، وكانت ريحتها كأنها مشويه. والبطاطس برضو دخلتها الفرن، خدت لها ايه وش من فوق كده. والشوربه بتاعتي بقى والرز بشعريه، وكان غدا بسيط جدا وجميل وحاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. واشوف وشكم على خير يا رب، وما تنسوش اللايك يا حلوين. باي باي.